أنا سعد زغلول، ولدت عام 1858 ورحلت في أغسطس عام 1927، لكن صوتي لم يرحل، وظلت إرادتي تمشي بينكم كما تمشي النار في الهشيم، توقظ أمة نامت طويلا. رأيت مصر تبحث عن نفسها في قرن مضطرب يختبر صبر الشعوب، وشاركتها نفسها، وكنت صداها في ثورتها الأم، ثورة 1919، ثورة قالت للدنيا إن الأمة فوق الحاكم والحق فوق القوة. وها أنا اليوم من قلب هذا المعرض أعرفكم بوجوه صنعت الفجر قبل أن يظهر ضوءه، وجوه لا تغيب، لأن الحق لا يغيب. أبدأ بأستاذي أحمد عرابي، ذلك الفلاح الجسور الذي وقف أمام الخديوي رافعا سيف الكرامة وقائلا عبارته التي كسرت الصمت: لقد خلقنا الله أحرارا، كلمة حركت جيلا كاملا. ثم تلميذ النجيب مصطفى النحاس الذي حمل الراية من بعدي وحمل معها جراح الأمة وأحلامها. ثم خليفته فؤاد سراج الدين باشا الذي أعاد الحياة للوفد بعد 30 عاما من الظلم والقهر. وهنا وجوه التنوير: طه حسين وزوجته سوزان، وعلي مبارك، ومحمود باشا الفلكي، وطلعة حرب تلميذ مصطفى كامل وحامل لواء الاستقلال الاقتصادي. وفي مدرسة العقل يقف رفاعة رافع الطهطاوي، وإلى جانبه الإمام محمد عبدو الذي علمني أن الحرية لا تعادي الدين، وأن الدين لا يخاف من نور العقل. وفي الفن يتردد صدى الزمن الجميل سيد درويش صانع لحن الثورة، ومحمد عبد الوهاب موسيقار الحداثة، وأم كلثوم التي حملت مصر في صوتها كما يحمل القلب نبضه. أما الوثائق والصور فتحفظ عهد الملك فؤاد والملك فاروق الأول، لا تمجيدا بل إنصافا، فالتاريخ لا يمحى، والأمم التي تنسى تمحى. الحق فوق القوة، والأمة فوق الحكومة، وما ضاع حق ما دام وراءه شعب يقول لن ننسى ولن نغيب. الحق فوق القوة، والأمة فوق الحكومة. كل شريعة تؤسس على فساد الأخلاق فهي شريعة باطلة.